مساء الخير إخوتي وأحبائي. صاحب السيادة مار بنديكتوس يونان حنو، رئيس أساقفة أبرشية الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك الجزيل الاحترام، أخواتي الراهبات الدومينيكيات المحترمات، أخواتي في ملتقى أخوات مريم البتول للسريان الكاثوليك، ملتقى المرأة السريانية، أحبائي الحاضرين معنا في هذا اليوم المبارك الذي هو انطلاق مهرجاننا التاسع، الذي هو بعنوان الرجاء لا يخيب يوبيل 2025. أحبائي، نكون الآن مع صلاة المهرجان التي هي في الفولدر. أطلب منكم الوقوف. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. أيها الآب السماوي، إن الإيمان الذي وهبته لنا بابنك يسوع المسيح أخانا، وشعلة المحبة المنسكبة في قلوبنا بروحك القدوس يوقظان فينا الرجاء المبارك لمجيء ملكوتك. إن نعمتك تحولنا إلى مسارعين مجتهدين للبذور الإنجيلية التي تخمر الإنسانية والعالم في الانتظار الوثيق للسماوات الجديدة والأرض الجديدة، عندما تهزم قوى الشر ويظهر مجدك إلى الأبد. إن نعمة اليوبيل تحيي فينا نحن حجاج الرجاء الشوق نحو الخيرات السماوية، وتسكب على العالم أجمع فرحا وسلاما فادينا. أيها الإله الأزلي المبارك، لك الحمد والتسبيح إلى الأبد، آمين. ملتقى أخوات مريم البتول للسريان الكاثوليك، ملتقى المرأة السريانية، سوف نسمع عنه في سطور تقرأه علينا السيدة سناء تمس. النساء ركن أساسي في الكنيسة اليوم، لولاهن لفرغت كنائسنا ربما. هن اللواتي يعلمن أولادهن الصلاة منذ نعومة أظافرهم، وتأتين بهم إلى الكنيسة. أنهن اللواتي يخدمن في الكنيسة بمجانية، وتعملن لنموها بصلاتهم أولاً على نيتها وعلى نية المسؤولين فيها. أنهن لا يهملن ضعيفاً ولا فقيراً ولا صغيراً، ويسامحن ويتألمن بصبر ورجاء، ويصلين على نية من يسبب لهن الألم. هذا هو سبب اهتمامنا بالمرأة، لأن المرأة تعطي الحياة. من هو ملتقى أخوات مريم البتول للسريان الكاثوليك؟ يعتبر هذا الملتقى التجمع الأكبر للمرأة في العالم السرياني الكاثوليكي، حيث يضم أكثر من 1500 امرأة. بدأ تأسيسه في بغداد قرقوش في عام 2016 مع بداية عمليات تحرير المنطقة من عصابات داعش وعودة الناس للسكن فيها. تكون اللقاءات مرة في الأسبوع، يتخذ من الآية الإنجيلية أعطني ماء لأشرب شعاراً له. أهداف الملتقى: الاهتمام ببناء المرأة، لأن بناء المرأة يعني بناء العائلة وبالتالي بناء المجتمع. المدافعة عن حقوق المرأة وصيانة كرامتها.
مشاركة المرأة الفاعلة في النشاطات الكنسية، أي للمرأة دور فاعل. مساعدة المرأة على أن تعطي رأيها وتشارك في الحوارات التي تخصها. المرأة والكنيسة يعملون مع بعض في نشر البشرى الإنجيلية. اللقاءات والمحاضرات متنوعة، لاهوتية، كتابية، نفسية، علمية، طبية وإلى آخره. من يستهدف الملتقى؟ يستهدف الملتقى جميع الفتيات والنساء من جميع الفئات من عمر 16 إلى 70 سنة. الجانب الرعوي والروحي: عزز ملتقى أخوات مريم البتول الروح الرسولية في نفوس النساء من خلال مشاركتهم وحضورهم للقاءات المعدة لهم، كما وشجع النساء على الالتزام الكنسي والمشاركة في الفعاليات الروحية في الكنيسة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه لنصل إلى الاتحاد الكامل بالله من خلال العمل الكنسي. ومن ناحية أخرى يعزز لنا هذا البرنامج الثبات في أرض الآباء والأجداد. النشاطات المنجزة في الفترة الماضية 8 مهرجانات كبيرة ولمدة 3 أيام متتالية، تتخللها محاضرات وفعاليات ومسيرات إلى آخره. أهمها: المرأة إنسانة لها كرامة وحقوق، مريم العذراء والدة الإله وأم الكنيسة، سر إلى العمق، العائلة وتحدياتها، المرأة والمسيرة السينوديسية، الوردية المقدسة، الكنيسة السريانية، عمق وتاريخ وأصالة، أمي مدرسة حب وحياة، رياضات ولقاءات وبرنامج روحية متنوعة على مدار السنة، سفرات وحفلات ترفيهية ورحلات استكشافية، زياحات وصلوات ومسيرات للوردية المقدسة في الشوارع. الآن نكون مع السيدة سناء سقط وشرح مبسط عن شعار ولوجو الخاص بملتقى أخوات مريم البتول. شرح شعار ملتقى أخوات مريم البتول. مريم العذراء السيدة التي تحمل الجميع وتوجههم إلى ابنها يسوع المسيح، فهي الأم والشفيعة. الصليب على صدر أمنا مريم، والذي يمثل نقطة المركز في حياة مريم وحياة جميع المؤمنين، فبدون المسيح لا حياة لنا. النساء الثلاث هن صورة لملتقى أخوات مريم البتول اللواتي يتشبهن بمريم الأم والشفيعة، وهن بتجمعهن يمثلن الوحدة التامة بالمسيح. ونرى أيضاً قد احتضنت إحداهن الأخرى، وهذا هو عمق إيماننا أن نسير جميعنا نحو المسيح القائم من بين الأموات. ونشاهد أيضاً أن ألوان النساء هي متدرجة من اللون الأزرق الخاص بأمنا مريم، فهن جزء منها، ولأنهن أخوات لذلك هناك شبه كبير بينهن. الهالة المحاطة بالنجمات فوق رأس أمنا البتول هي دلالة على هالة القداسة والنور المشع من مريم بواسطة ابنها يسوع المتجسد في أحشائها، فهي الملكة في السماء والأرض. سوف نستمع الآن إلى ترتيلة المهرجان الرسمية التي أعلنها أو أعلن عنها في الفاتيكان. لنكن شعلة رجاء متقدة بنور الإنجيل الذي لا ينطفئ. تدعونا أمنا الكنيسة إخوتي الأحباء في هذه السنة المباركة،
سنة اليوبيل 2025 لأن نكون شعلة رجاء متقدة بنور الإنجيل الذي لا ينطفئ، من خلال أن نكون رسلا حقيقيين وتلاميذ فاعلين مرسلين إلى العالم، حاملين نور المسيح للآخرين، مبشرين باسمه، معلنين خلاصه، كاشفين حقيقته الإلهية ومحبته العظيمة وتواضعه الكبير. أحبائي، نكون الآن مع كلمة أو شعر تلقيه علينا الست هنا قاشا ترحيبا بصاحب السيادة مار بنديكتوس يونان حنو، راعي هذا المهرجان وراعينا جميعا. شلام الكل استاذن فيله يا بشينا ماني فيله، استاذن مبرخة الجيبن فيله، يقل الإيتربثة اغزيل مناثح كنك نطريله، مخشبانا مبرخة وناتح كرخميله، خثواثد مريم كله بقال عليك مصهليله، خثواثد مريم كله بقال عليك مصهليله، زور ورابه بإيداثك مطربيله، تخازخ من حما مثيله، هيمنوثة ورجا ورخموثة بيناثة ندريله، شلامد ملاخد مريم ميره، خير ميمن الشبه لبح مبصخوثة مليله، ميره كان ملبلن بخت دماثة ملبلن كولا ماثة، لك زدخ لا القوري ولا الجوانقي ولا الروياثة، بشينا بقوخن يا أماثة وخثواثة ومناثة، يا أخنواثة ربان وخثواثة ربنياثة، يا كل أخن ديت حضير آخا، وألاها شاوخن أختو خثواثد مريم دعمريتو بتيخو ودعمريتو آذي ماثة. شكرا. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أبائي الأعزاء الكهنة، أخوتي الرهبان، الراهبات، المؤمنات الفاضلات، أخوات مريم البتول، موضوع اللي طلب أن نتكلم عنه اللي هو عن الرجاء. كلمة بسيطة حروفها خفيفة، ولكن معنى مالتها كثير صعب، كثير قوي، بينه كثير عمق. واليوم الموضوع أن نتكلم عنه أنه الرجاء في الكتاب المقدس. هذا الموضوع راح يخلينا أنه نحن نبحث باتجاهين. الاتجاه الأول اللي هو الآيات اللي تتكلم عن الرجاء بصورة واضحة، يعني اللي بيها كلمة رجاء، رجاؤنا بالله، رجاء لا يخيب، وغيرها العبارات اللي بيها هالرجاء. بالكتاب المقدس تورد هذه العبارة 27 مرة، 27 مرة يذكر الكتاب المقدس بصورة صحيحة، يعني واضحة، يعني كلمة رجاء نشوفها. ولكن إذا نتعمق بالكتاب المقدس أكثر راح نشوف بأن الكتاب المقدس كله يتكلم عن الرجاء. كل الكلام، كل الآيات، كل المواضيع اللي هي رجاء، صح ما بها هالكلمة
ولكن فحواها وموضوعها هو عن الرجاء. يوم اللي أخطأ آدم وحواء الله قال لهم تطلعون من الجنة وأنا راح أبعث لكم من يخلصكم. هذا رجاء، هذا اللي بدأت علامة رجاء بينه. الله لما حكى مع إبراهيم قال له اطلع من هذه الأرض وامشي أنا أكون معك. هذا الرجاء. فإذا أكو كثير من الأمور بحياتنا نحن اليوم نعيشها هو حياة رجاء. ما شرط أنه تكون هذه الكلمة موجودة أو لا، لكن موضوعها فحواها هو موجود. في بعض الأحيان نصير عندنا مثل خربطة أو التباس بالكلام ما بين الرجاء والأمل. هل هم اثنيناتهم نفس الشيء؟ إن الشيء اللي أنا كي أترجاه والشيء اللي كي أتأمله أأمله نفس الشيء؟ لا. الأمل هو عمل إنساني، عمل بشري، تأمل شيء من إنسان أنه يعمله. نأمل أنه فلان ينجح، نأمل أنه فلان يشفى، نأمل أنه وهكذا، نأمل أنه هاي الأمور البسيطة. فإذا الأمل هو متعلق بالإنسان، متعلق بأنه إنسان يقوم بهذا العمل. بينما الرجاء هو رجاء إلهي، بحيث لما الآمال كلها تفقد ويوصل الإنسان إلى مرحلة بعد ما بها أي مجال، يتحول الأمل إلى رجاء، إلى تدخل إلهي. وهذا الشيء نشوفه أيضا بكثير من نصوص الكتاب المقدس، لا سيما إحياء ابن الأرملة. ابن الأرملة فقدوا الأمل، خلص خلوه بالتابوت وودوه إلى القبر، لكن هنا تدخل ربنا، عمل رجاء له، خلص. يوم اللي اجت مريم ومرتها حكوا مع يسوع المسيح قالوا له لعازر لو كنت هنا ما كان يموت. هذا كان عندهم هنا الأمل، لكن ربنا قال لهم لا، بعد في الرجاء، في رجاء القيامة. لا تخلص هنا الحياة، هنا ما تنتهي، اكو رجاء القيامة اللي هو عمل الله. يلا امشوا بينا للقبر. راحوا للقبر وأقاموا الرب. إذا لما ينتهي تفكيرنا البشري، لما يقف تفكيرنا البشري، لما يصير محدود تفكيرنا البشري، هنا تتدخل قوة الله. فإذا الرجاء هو قوة الله، ما هو شيء بسيط جدا أبدا. هو أنه أنت تخلي مجال الله أنه يشتغل في حياتك. كل ما يوصل الإنسان إلى مرحلة من اليأس، من الكآبة، من القلق، من كل هاي الأمور، هي أمور بشرية، هي معناها بأنه الله ما حاضر بحياتك، ما كي تخلي الله أنه يكون موجود في حياتك. لما يجي الله ويكون موجود في حياتنا تتحول كل أمنياتنا إلى رجاء، إلى عمل الله. فاليوم أشقد هو الرجاء مهم في حياتنا، هو مهم جدا، لأنه هو دلالة على حضور الله في حياتنا. ما بس نحن نكون نتمنى ونأمل وهاي الأمور كلها، لا، لأنه هذا راح يقودنا إلى اليأس. لكن مع الرجاء أبدا. رقد فلان على رجاء القيامة وليس على أمل القيامة، على رجاء القيامة، لأن القيامة هي عمل الله الخاص. فإذا اليوم نحن لازم نبدي نفكر بالرجاء اللي نحن كين ننتظره، بالرجاء اللي نحن كين نريده. ايش نريد؟ ومن منو أيضا، هنا شيء مهم، من منو أيضا نحن نطلب الرجاء أو نطلب هذه الفكرة أن يحققها. مثل ما قلت لكم، الأمل يحققه أي إنسان ممكن، ولكن الرجاء يحققه الله وحده فقط. لهذا لازم يكون عندنا نحن اليوم تمييز في حياتنا، وتمييز أيضا دور الله في حياتنا. هذا هو الشيء الأساسي. إذا نجي نحن اليوم نفكر أنه أشقد مفعول هذه الكلمة، كلمة الرجاء، هو أساسي، أشقد هو مهم.
اللي نحن عايشين اليوم بسبب هذه الفضيلة، فضيلة الرجاء، عايشين بسببها وعايشين عليها أيضا. ليش؟ لأن نحن عايشين على تدخل الله في حياتنا، عايشين على أنه الله هو اللي راح يقود حياتنا، عايشين على أنه الله هو اللي راح يدبر حياتنا. مثل ما مشى إبراهيم مع إسحاق، إسحاق قال له يا رب، لا أبونا قال له بابا هاي النار وهاي السكين، الذبيحة وين؟ قال له الله يدبر له الذبيحة، الله يدبر. إذا إبراهيم هنا كان عايش على رجاء بأنه الله راح يخلصه من هذا الموقف وراح ينقذ ابنه إسحاق. شكرا جزيلا صاحب السيادة مار بنديكتوس يونان حنو على هذه المداخلة الشيقة التي أخذتنا في رحاب الكتاب المقدس. أحبائي، راح نكمل في الجزء الثاني من مهرجاننا التاسع الذي هو بعنوان الرجاء لا يخيب، ومحاضرة للأب إغناطيوس أوفي راعي كنيسة سيدة الرجاء حول الرجاء في المفهوم اللاهوتي. أبونا تفضل، لك الكلام. سيادة راعي الأبرشية المطران مار بنديكتوس يونان حنو، الآباء الكهنة، الأخوات الراهبات، الإخوة الرهبان، أيها الحضور الكريم، الرجاء في المفهوم اللاهوتي، هذا ما طلب مني أن أتحدث عنه في هذا الملتقى. أول شيء الرجاء في الكتاب المقدس، لأنه الكتاب المقدس هو روح اللاهوت. الرجاء ليس مجرد تمني لأيام أفضل، بل هو ثقة بمواعيد الله مبنية على أمانته التي لا تتغير عبر التاريخ. كل معمد باسم المسيح هو إنسان رجاء. وكيف يظهر الرجاء؟ يظهر الرجاء أكيد من خلال مسألتين: الصلاة وأيضا الصبر على الآلام. وإذا رجعنا إلى الكتاب المقدس لكي ننبش عن مصادر الرجاء، فأول شيء في العهد القديم وعد الله بالبركة والخلاص والسعادة إبراهيم ونسله وبواسطة جميع البشر. كذلك كلمات الوعود أعطيت لداود الملك ثم للأنبياء لتجديد شعب إسرائيل، والوعد دائما هو ملازم للعهد، وعد الخلاص رغم خيانة الشعب يبقى ثابتا من قبل الله، لأن الذي وعد أمين لوعده المقدس. في العهد الجديد هو من جهة كمال الوعود الإلهية بالخلاص بيسوع المسيح. المسيح إذن هو تحقيق كل الوعود التي وعد الله في العهد القديم تحققت في شخص يسوع المسيح. ومن جهة أخرى يحمل لنا يسوع وعودا جديدة كثيرة. بدء بشارته يقول بأنه اقترب ملكوت الله، وأيضا التطويبات إن كان في إنجيل متى وإن كان في إنجيل لوقا أيضا هي أيضا من هذه الوعود الجديدة. ثم وعد يسوع بأنه سيبقى مع تلاميذه دائما وإلى الأبد. وفي أكيد إنجيل يوحنا الوعد الكبير هو الروح القدس. وفي كتاب أعمال الرسل أيضا يظهر هذا الشيء في إتمام الوعود الإلهية التي تحدث عنها العهد القديم من خلال حياة يسوع وموته وقيامته. بولس في رسائله قاطبة
يتكلم عن هبة الروح القدس، ويتكلم أيضا عن المسيح الممجد الذي هو مصدر الرجاء. شكرا أبونا على كل كلمة قلتها، شكرا على المحبة اللي كانت نابعة من قلبك لإلنا، وعلى الكلمات اللي أعطيتها لإلنا. أخواتي، في ختام اليوم الأول من مهرجاننا ملتقى أخوات مريم البتول التاسع، أكيد ما رح نشكر أحد لأنه الشكر هو ليسوع المسيح، ولكن أقول شكرا لسيدنا لأنه قدر بسرعة ممكنة أنه ما يتأخر علينا كثير ويكون معنا اليوم، وشكرا لسيدنا على الثقة الكبيرة اللي كي يعطيها لنا حتى نكون نحن موجودين هون، وشكرا لكل واحد من عندكم حضر على هذا اللقاء وحضر على هذا المهرجان.